بتحس انك تايه وسط الكورسات الكتير، مش عارف تبدأ منين ولا ازاي تلم الاساسيات وتوصل تبقى داتا اناليست او اي انجينير؟ الكورس ده معمول مخصوص ليك. كورس كارير ريدي اي بايثون. هتتعلم فيه programming, basics to data science, object oriented programming و AI libraries. ركز معايا، الكورس ده عملي step by step وياخدك من الصفر لحد المشاريع الحقيقية والشغل في السوق، مش بس شوية نظري وخلاص. يلا نمشي واحدة واحدة ونشوف هتتعلم ايه بالتفصيل. خد نفس عميق، يلا بينا. أول حاجة هنتعلم الأساسيات بتاعت البرمجة بلغات بايثون. هتعرف إيه هي بايثون وليه هي أهم لغة دلوقتي في AI وداتا، إزاي تكتب قوي كود ليك وتطبق عملة بسيطة وتتعامل مع الاي دي اي زي في اس كود أو جوبيتر نوت بوك. البداية الصح بتديك ثقة وبتشيل رهبة الكود. واحدة واحدة هتلاقي نفسك بركت كود لوحدك، هتاخد كنترول كامل على الكود. if else for while. ليه ده مهم؟ لان دي الادوات اللي هتخليك تبني لوجيك لاي برنامج او اوتوميشن في الشغل. كل فكره في دماغك تقدر تحولها لسطر كود. هتفهم يعني ايه داتا ستراكشر زي الليست والتابل، وازاي تخزن بيانات كتير وتتعامل معاها بكفاءه. ليه ده مهم؟ لان اي برنامج عملي لازم يعرف يتعامل مع الداتا، ودي اول خطوه لاداره داتا حقيقيه. ده بيجهزك لداتا اناليسيس بعدين. هتتعلم يعني ايه ديكشنري وسيت وتستخدمهم في تخزين بيانات بطرق ذكيه سريعه. ليه ده مهم؟ عشان ده سهل حياتك في حل مشاكل حقيقيه زي تنظيم بيانات المستخدمين او البحث السريع. كل خطوه هنا هتبني اللي قبله وتفتح لك دماغك لافكار جديده في الكود. هتتعلم ازاي تكتب فانكشنز بنفسك، تستخدمها وتعيد استخدامها. ليه ده مهم؟ كل مبرمج محترف بيقسم شغله لوظائف صغيره عشان الكود يبقى انظف واسهل في الصيانه والتطوير. هتتعرف على موديولز وازاي تستخدم اكواد جاهزه وتستوردها. هتقرا وتكتب في ملفات وازاي تتعامل مع الاكسبشنز زي المحترفين. ليه ده مهم؟ في الشغل الحقيقي دايما في داتا بتتعامل معاها والاخطاء لازم تتلحق او لما تسبب مشاكل. هتعرف يعني ايه جمع البيانات والوظائف مع بعض انكابسوليشن، وتعيين استخدام الكود inheritance. ليه ده مهم؟ لان OOP هو اللي بيميز المحترفين في الشركات الكبيره وبيخلي مشاريعك سكيلبل. هتفهم abstraction، ازاي تخبي التعقيد وتوري المستخدم بس اللي محتاجه، وبوليمورفيزم، وظائف بنفس الاسم بس دور التنفيذ مختلفه. ليه ده مهم؟ ده سر البرمجه الكبيره والمشاريع اللي تتعامل مع مارين يوزرز. انت هنا خلاص بقيت في عالم بذكاء الاصطناعي. هتعلم ازاي الآلة تتعلم وتاخد قرارات. ليه ده مهم؟ لان المستقبل كله ML و AI. هتفهم ازاي النيورال نتورك بتشتغل وتتعلم من البيانات خطوة بخطوة، وايه هو الجريدنت ديزاين اللي كل الناس بتتكلم عليه. ليه ده مهم؟ عشان تعمل مشاريع كمبيوتر فيجن و AI بنفسك. هتشتغل على باي تورش وتبني المودلز حقيقية زي المحترفين وتتعلم ازاي تحفظ وتحمل المودلز. ليه ده مهم؟ ده الاساس بتاع شغل كل الاي اي والفيجن في الشركات العالمية دلوقتي. بعد كل ده تخيل نفسك بتكتب كود بالثقة، بتشتغل في اي مجال AI، داتا اناليسيس، اوتوميشن، من البيت. ما تستناش، الفرصة قدامك. سجل دلوقتي وابدأ رحلتك مع بايثون والذكاء الاصطناعي. ادخل الرابر